بلاش افتراضات. ما تتخيلش. ما تخمنش. احنا قادرين اننا نخلق افتراضات على كل حاجة، والمشكلة في ده اننا بنصدق ان هي الحقيقة. ايه اللي انا اقصده بالافتراضات قبل ما تعملوا افتراضات عن الافتراضات اللي انا بتكلم عنها؟ واللي اقصده هنا ان احنا يكون عندنا سؤال في دماغنا مش لاقيين له اجابة، وده طبعا مش مريح بالنسبة لنا ومش بيحسسنا بالامان، ومش هنهدى غير لما نلاقي له اجابة. وبالتالي عقلنا بيبدأ يخلق افتراضات وهمية من تخيلنا احنا. وعلى سبيل المثال، بنفترض إن شخص ما هو بيفكر في إيه وحاسس بإيه من غير ما يكون عندنا أي معلومات حقيقية، بس كل ده من افتراضنا إحنا. وبعد كده نبدأ نحس بمشاعر معينة، سواء كانت حزن أو فرح، وكل ده بيحصل في دماغنا وملوش علاقة بالواقع. والأخطر من كده كمان إن الافتراضات دي مش بس بتقف عندنا إحنا وبس، إحنا كمان بنبدأ نشاركها ونحكيها للناس اللي حوالينا، وكمان ناخد رأيهم فيها. بنعيش نفسنا في وهم كبير بسبب حاجتين أساسيين إحنا بنعملهم. أول حاجة إننا بنخلق افتراضات هي اللي تجاوب على أسئلتنا. تاني حاجة إننا بناخد اللي إحنا افترضناه ده بشكل شخصي. على سبيل المثال، حد قال لنا حاجة وإحنا بنتكلم ومفهمناش هو يقصد إيه. بدل ما نسأل على توضيح فبنخمن إحنا المعنى، وبنخلق قصة ونعيشها ونصدقها. وممكن بعد فترة كبيرة نكتشف إن كل اللي افترضناه ده كان غلط. لو أنت ماشي في الشارع وحد بصلك وضحك، من الموقف البسيط ده ممكن تخلق قصة كبيرة في عقلك لحد ما توصلكم إنكم بقيتوا متجوزين وعندكم أولاد. أو ممكن حد تاني يفترض إن الشخص كان بيضحك له عشان بيتريق على شكله مثلا أو على لبسه. لا يمكن تعرف الحقيقة أو إجابة أي سؤال من غير ما تسأل الشخص نفسه. الافتراضات في العلاقات من أكبر المشاكل. أحيان كتير بنخمن إن شريك حياتنا عارف إحنا بنفكر في إيه وحاسين بإيه من غير ما نتكلم أو نعبر حتى عن ده، وبنخمن إنهم هيعرفوا من نفسهم عشان هما يعرفونا كويس. ولما ما يعملوش اللي إحنا متخيلينه على طول بيظهر الإحباط، ونقول كان مفروض تعرف لوحدك. التخمين في العلاقات بيسبب مشاكل كتير جدا، وللأسف بنعمل ده مع ناس إحنا بنحبهم. طيب ليه إحنا بنخمن أو بنفترض؟ بيكون في أسئلة في دماغنا بس عقلنا مش قادر يلاقي لها إجابة منطقية، وده طبعا بيحسسنا بعدم الأمان. وهنا بتبدأ صناعة حلقة من مسلسل درامي بتجاوب على الأسئلة دي من تأليفنا وافتراضاتنا إحنا. وده طبعا بيحسسنا بالأمان وإن إحنا حلينا اللغز، ودوت أسهل بالنسبة لنا وبيغنينا عن المواجهة مع الشخص التاني ونتائجها الغير متوقعة. طب ليه إحنا بنعمل كده؟ ممكن تكون مش حاسس بالأمان إنك تسأل وخايف، ودي نتيجة معتقدات سلبية من الماضي. كنت تتعاقب مثلا لما تسأل على حاجة معينة، أو يتقالك إزاي تتكلم في حاجة زي دي، فبقيت بتسكت وتعدي، وإنك تحاول تلاقي إجابات لأسئلتك بنفسك. أو إنك معتقد إن الناس اللي بيحبونا عارفين إحنا عاوزين نقول إيه أو حاسين بإيه من غير ما نتكلم أو نعبر حتى عن ده. بقينا نفترض إن كل الناس شايفة الحياة زي ما إحنا شايفينها. بنفترض إن الناس بتفكر زي ما إحنا بنفكر أو بنحس، وده بيخلينا نواجه أكبر إحباطات في الحياة. بنفترض إن كل الناس بتنتقد زي ما إحنا بننتقد. بننتقد نفسنا قبل غيرنا، وده أكبر سبب بيخلينا نتصنع إننا نكون حد تاني غير نفسنا عشان خايفين من الانتقاد أو الرفض. فالنتيجة بتكون إننا بنرفض نفسنا الأول عشان ما نترفضش من حد تاني. وكل دي تخيلاتنا إحنا اللي مخلينا عايشين في الوهم. بنفترض إن حبنا لحد ممكن يغيره. فعلا حبك مش هيغير حد، ولو حد اتغير فهو اتغير عشان هو عاوز يتغير لنفسه، مش عشان انت عاوز تغيره. محدش بيتغير عشان حد. الحب الحقيقي انك تكون متقبل الشخص اللي معاك زي ما هو، من غير ما تحاول انك تغير حاجة فيه. اسهل كتير انك تختار تكون مع حد مناسب ليك عن انك تغير حد او حد يغيرك. دلوقتي تخيل كم الحرية اللي ممكن تعيشها وراحة البال من غير ما تكون مضطر انك تخلق افتراضات وهمية في عقلك وتوفر المجهود الكبير ده اللي انت بتضيعه. طب ازاي نعمل دوت؟ انا هقولك. اسأل الأسئلة اللي في دماغك للشخص اللي عنده الإجابة لحد ما كل حاجة تكون واضحة بالنسبة لك. إيه اللي هيحصل يعني لما تسأل؟ إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ أي حاجة مش واضحة بالنسبة لك وتخليك تفكر فيها كتير، اسأل عن الإجابة، وخلي عندك الشجاعة لحد ما كل حاجة تكون واضحة بالنسبة لك وتحس إن أنت بقيت مرتاح.
أنت ليك الحق إنك تسأل، واللي قدامك عنده الحق إنه يوافق أو يرفض، وكل حد ليه الحق برضه إنه يسألك، وأنت ليك الحق إنك ترفض أو تقبل. مشاكل كتير هتتحل لو قدرنا نتواصل بشكل أفضل، واتعلمنا إن إحنا نعبر عن احتياجاتنا من غير ما نفترض إن الشخص التاني عارفها وبعدها نلومه بالتقصير. أنت دلوقتي بقى عندك الوعي، وبقيت مسؤول قدام نفسك إنك تغير معتقد سلبي قديم لمعتقد إيجابي جديد. وأشوفكم الحلقة الجاية.